احنا الحين الأردن. احنا حاليا متواجدين في مكان وايد حلو في الأردن اللي هو حمامات معين، ومثل ما تشوفون ورانا الشلال، وهالشلال يعتبر ماي حار او نقدر نقول يعني ماي حار حلو وايد مفيد حق الجسم. وش نسوي؟ الوقت منتجع فيه 3 حمامات مختلفة، حمام بارد وحمام دافي وحمام حار. شنو نستفيد من الحمام الحار يا لولو؟ وطبعا هي تشتهر حق علاج بعض الامراض يعني اللي تحوش الانسان، فوايد زين الماي الحار عشان يعالج بعض الاشياء او حتى اصابات الموجوده بالجلد. يعني انا باندونيسيا قبل يوم كنا رايحين كان فيني فالوله يعني جلد ناقص، يعني نفس كذي تشوفون فيه ندبه او شيء. إيه؟ يعني الماي الحار له فوائد كثيره، فان شاء الله راح نروح نطب يعني اليوم نجرب. فراح ناخذكم ويانا بالجوله. يلا. وطبعا بهذا المكان في شلال طبيعي وبنفس الوقت في ينابيع حاره، فتحتنا بالضبط راح تلقون الحمام سباحه بقسمين، القسم البارد والقسم الحار، فتعالوا شوفوا مع بعض. ايش حالات المكان؟ ايه ما حقيت حاجه ما توقعت. سيرش بجوجل، انا سويت سيرش فخذيت شوي يعني نبذه عنه، والله عاد ما حقيت انه شكله كذي يعني. مستوعبه انتي؟ يعني تصدقين يعني احس اوفر، يعني كنا شي ايام اول بنفس الوقت يعني تراثي وابا ما ادري حتى سنجل ما في، تحسين انك بصحراء صدق. والشيء الحلو انه معيشينك نفس الجو. تدرين شلون؟ بالموضوع انه مخلينا نعيش الاجواء. تخيلوا ان حتى بالليل ما في مكيف، وحاط لكم هذا مال الشبك عشان اذا دشت حشرات فالوضع حقكم بالبر. احنا حاليا في وادي رام، ويعتبر يشبهون وادي رم كنا القمر على سطح القمر. يعني مثلا في فيلم وايد مشهور اسمه ذا مارتن، هذا ذا مارتن او ذا مارشل شيء كذي، معروف مصورينه هني طول الوقت. الناس عبالهم انه هو صدق يعني بمكان خطير، يعني هني لان الارضيه والوضع كأنكم بالمريخ او حتى كأنكم بالقمر. يلا الله شوفي الصورة. اوف قوية. الغروب قوي هني صح؟ طبعا عقب ما خلصنا من تور، لا ما خلصنا، هو بنص تور الجمل شنو سوينا يا لولو؟ قررنا ننزل يعني كذي نوقف بإحدى القمم، صعدنا تسلقنا ترى بروحنا وعشان نصور الغروب. فما ادري ما قاعد تشوفونه عدل، بس راح نوريكم اياه بعد شوي. طبعا الريال قال لنا روحوا صعدوا الجبل، انا ما ادري قلت غشمر ولا من صدق، كان نقول من صدقنا. تخيلوا يعني الشيء حده نار، والمنظر حده خيال، وحق التصوير الغروب خطير هني وقسم بالله العظيم. قدامكم تلقون المندي، بس راح نجربه بالطريقه الاردنيه. لا حلوه رويني. انا مع العازف محمد ووايد حلو الوضع والاجواء بالليل، فتقدرون تعزفون
لا تغشمه. هو غنى لنا اغاني وايد حلوه مثل يا دلعونا وشي اشياء. يا مركب الهند. ايوه يا مركب الهند، يعني الطرب الاصيل كله، يعني هذه الاغاني مشهوره كلنا نعرفهم، فيعطيك العافيه ما قصرت. منورة والله منورة. تسلم تفضل. وبالنهاية وصلنا إلى اخر مكان اللي هو البحر الميت، احنا نسوي ريلاكسينج وسبا وكل شيء، يعني حق الوضع انه بس نريح. نهاية الرحلة. كراون بلازا يعتبر من أحلى المنتجعات الموجودة هني في البحر الميت، لأنه يحتوي على الكثير من الأشياء مثل حمامات سباحة والسبا. السبا هني عندهم مختصين في المساج الهندي، وبنفس الوقت هم لما تشوفون هني الأوضاع وايد حلوة وكبير وواسع، وعندكم واجهة البحرية وايد حلوة، وفي مطاعم كثيرة موجودة هني مثل برج الحمام ومطاعم بوفيه وغيره. فأحس يعني الفندق فعلا حق يعني شي تقعدون إجازة طويلة مدة أسبوع بمنتجع وبس تريحون عقلكم. يلا نتجول. وطبعا احلى شيء بحمام سباحه، وتدرون يعني حصه حمل حمام سباحه، فحمام سباحه بينقسم الى 6 حمام سباحات حلوه ها. المهم انه 6 تخيلوا، يعني حده كبير وما تشوفون انه زحمه وكذي، فحده فاضي وتقدرون تاخذون راحتكم. جاهزين نتسبح بماي البحر الميت؟ اوكي صدقوني ما راح نموت اذا تسبحنا، يعني هو مجرد اسم البحر الميت. تدرون ليش يسمونه البحر الميت؟ ما راح اقول لكم الحين، بعد شوي راح تعرفون ليش يسمونه البحر الميت. وبنفس الوقت حاليا راح نروح نتسبح بالبحر الميت، وقدام البحر الميت في جبال. صدقوني هالجبال مو الاردن، هالجبال دوله ثانيه. انتم يعني مستوعبين المنظر انه انتم قاعدين دوله بعدين بحر يفصلكم بعدين دوله ثانيه، فالمنظر حده خيال. واحنا حاليا في البحر الميت وكموسي قام يطير لانه هو وايد قوي. انزين مكسيكي يا جماعه. المهم وعندنا تحدي ما بين بعض، منو اكثر واحد يعطيكم معلومات عن البحر الميت. فانا راح ابدا. البحر الميت عنده اسم ثاني اللي هو البحيره المالحه. والمعلومه الثانيه يعتبر شنو قلت انت؟ ايه نسيت. جاهزين للمعلومه الثانيه؟ لا والله ما اعتقد اني انا جاهزه على الكبوس هذا. المعلومه الثانيه يعتبر البحر الميت اذا قعدتوا فيه متينه ضعيفه مسويه تكميم مو مسويه تكميم راح تطفحين لا تقولين. انت عايشه دور سناب شات العيوشه لا تقولين. زين يا جماعه، والمعلومه الثالثه هي ان هذا البحر راح يجي له يوم وما راح تشوفونه، راح يكون ناشف. ليش؟ لان هذه البقعه تعتبر من شو يسمونها اكثر البقع انخفاضا على سطح هو اوريدي يعني على سطح الارض، يعني هذه يعني اكثر مكان بالعالم كله منخفض، فهمتوا قصدي؟ فكل ماله وينشف وقاعد يخلص يعني هذا الماء، فتقريبا قاعد يخلص كل سنه، يعني قاعد ينزل 1.5 إلى 2 متر. وازيدك من الشعر بيت، تدرين ان هذا البحر البحر الميت ما يرتبط بالبحار الثانيه او المحيطات الثانيه، عشان شيء هو قام يقل. فهمت شلون؟ عشان شيء انا قلت لك اسمه البحيره، لانه هو بحيره ما يطل، فهو كنا شكل بحيره بس يسمونه بحر ما يعتبر بحيره. ادري، بس هو ليش هو يعني بروحه ما يطل على شيء، يطل على النهر بس. اوكي نمشي وياه نمشي. عشتي وشفتي، فانا راح اقول لكم المعلومه الثالثه. دام انها عطست فتعني الشهاده وصدق قولي. المعلومه الثالثه المعلومه الثالثه ان البحر الميت او ليش سمي بالبحر كبير يا جماعه دنا نقعد. ليش سمي بالبحر الميت؟ البحر الميت يعتبر بحر ميت مو لان في ناس ميته، لا ليش ميت يا لولو؟ لان لولو ماتت وانا قعدتها. لا اتغشر. البحر الميت سموه ميت لانه ما في سمك، يعني ما في حياه بحريه، لا حياه لمن تنادي، ما في حياه بحريه، لذلك سموه البحر ميت.